خلاص خسرنا الماتش، اتحفل علينا، حفلنا على نفسينا، خلاص كله مرضي كده، شفتونا واحنا مكسورين. نفوق بقى بجد، نفوق. طيب يا جدعان، احنا عندنا ماتشين جايين، ماتش سموحه وماتش سيراميكا. اللي مش عايز يشجع الزمالك من دلوقتي ما يشجعش، مش تبعنا، ما نعرفهوش. احنا بتوع الزمالك، احنا مهاويس الزمالك، احنا طول عمرنا ورا الزمالك، مكسب خساره احنا عشنا عشريه سوداء، عشنا مع الزمالك ده عشريه سوداء اقسم بالله. فاللي مش هيشجع الزمالك ما يشجعش، مش هتقف عليك والله بجد، مش هتقف عليك. الزمالك هيكمل وجمهوره بالملايين، مش هيقف على واحد ولا اتنين ولا 100 ولا 1000. الزمالك جمهوره بالملايين. مش عايز تشجع يا باشا، مش هتقف عليك، ما تشجعش، لكن ما تطلعش تقطع لي في الفرقه. خلاص الموضوع انتهى. في كام لعيب زي حسام عبد المجيد وزي احمد فتوح، دول كانوا لازم ياخدوا كده واحده، بس مش هنقطع في الفرقه. انا مش هبهدل الفرقه دي احنا ما كناش مستنيين منها اي حاجه نهائي اصلا. انت كنت مستني حاجه منها من اول الموسم؟ احنا عارفين ان احنا داخلين على مدعكه. الاهلي معاه لعيبه بمليارات، وبيراميدز نفس الكلام، وانت اقل سكواد ما بينهم، وفي مشاكل، ايقاف قيد، مفيش فلوس، النادي هيقفل. فانت عارف ان انت بره اي حسبه. انت كنت متأكد من كده من اول الموسم. فان انت اول الدوري حاليا وفي نهائي الكونفدرالية، لا ده موضوع مختلف. ده الزمالك هنا وجمهور الزمالك. فاحنا دلوقتي نقف ورا الفرقة. عندنا ماتشين ناخدوا الدوري، اكسب الماتشين هتاخد الدوري عافية ذوق باذنك يا رب. تكسب الماتشين بس خد الدوري. فانت هتقول لي مش هقف ورا الفرقة؟ يا باشا اتفضل، والله ما هتقف عليك. الزمالك كبير، الزمالك مش مستني جمهور. ما تقوليش انا مش هشجع تاني. جمهور الزمالك طول عمره ورا الفرقه ايا كان اللي حصل. خسر، كسب، اتعادل، خسر بطوله، خسر ماتش عادي، الزمالك جمهوره وراه. الزمالك جمهوره بيفضل وراه. ما يبيعش جمهور الزمالك الحقيقي، ما يبيعش ويقول لك مش هشجع. احنا جمهور الزمالك مختلفين عن اي حد. فاحنا عندنا ماتشين لازم نقف في ظهر الفرقه ايا كان. خلاص ماتش وعدى، خسرت، ما انت على طول بتخسر من الاهلي. ايه الجديد عليك يعني؟ الاهلي في اسوأ حالاته وكان بيغلبك، ايه المشكله يعني؟ هتقف خلاص، الدنيا هتقف. اكسب الدوري يا باشا. التاريخ بيذكر البطولات مش هيذكر لك المكسب. خلاص خد الدوري، فانت نهيت الدنيا كلها. هم كسروا فرحتنا شويه بالمكسب ده، لان مكسب مهين حرفيا. المكسب بتاع الاهلي للزمالك ده كان مهين بجد كان مهين. الجمهور حرفيا، في جمهور تعب بجد، تعب بسبب الموضوع ده وبسبب الماتش ده. في جمهور كتير تعب بسبب الموضوع ده والماتش ده. بس مش هنقول ان احنا مش هنشجع. ده الزمالك، ده عشقنا، احنا مجانين الزمالك ومع الزمالك على اي حاجه. احنا ورا الزمالك في اي طريق. مش هتمشي في يوم لوحدك، احنا طول العمر جنبك. ناس كتير بتموت في حبك يا زمالك. احنا يا زمالك في ظهرك. كمل ودوس. ماتشين، خد الماتشين، خدت الدوري. عندك ماتشين كمان، 4 ماتشات في الموسم، انت نهيت الدنيا. 4 ماتشات ذهاب وعوده كونفدراليه، وعندك ماتش سموحه وسيراميكا. وتخلي بالك من سيراميكا جدا، لان سيراميكا الفرع الثاني بتاع الاهلي وانت عارف، وهيعوز يوقعك زي ما انبي كان بيعمل. فاحنا لازم نقف في ظهر الفريق ده، ما نقطعش اكتر من كده. خلاص اتحفل علينا وحفلنا على نفسينا، وفي لعيبه اتشتمت، خلاص الموضوع خلص بجد. جمهور الزمالك الحقيقي وقفته دلوقتي ودوره دلوقتي. خلاص انت طول الموسم عامل موسم جبار كجمهور زمالك، عامل موسم تاريخي اقسم بالله. خلاص فاضل لك 4 ماتشات في الموسم، كملهم، كمل ال4 ماتشات، وباذنك يا رب ناخد الدوري وناخد الكونفدراليه. والمكسب اللي حصل من الاهلي ده خلاص الموضوع هيتنسي، الموضوع هيتدفن عليه. والف مبروك للاهلي، لعيبته رجاله. انا مش بقلل من فوز الاهلي طبعا، لا لعيبه الاهلي رجاله جدا. لعيبه الاهلي حطت ضغط الموسم كله وهزايم الموسم والكوارث اللي كانت بتحصل طلعته في ماتش الزمالك. احنا ليه ما نعملش كده؟ بجد احنا ليه ما نعملش كده؟ هم بيعرفوا يكسبونا فعلا، بجد هم بيعرفوا يكسبونا. فالف مبروك ليهم. انا كنت لسه من يومين بقول لهم يا ابو 3 يا ابو 3، انا اللي بيتقال لي يا ابو 3 دلوقتي. الف مبروك. بس انا هيتقال لي الف مبروك على الدوري والكونفدراليه باذنك يا رب. جمهور الزمالك الحقيقي يظهر دلوقتي، يظهر معدنه دلوقتي.